لهاش ان حامل وتعبانه؟ قال لي لا. فسكت. وتاني يوم لقيت البواب بيتصل بيا وبيقول لي ان اخت جوزي جت امبارح هي وعيال وقعدت على باب الشقه وبعتت ابنها جاب نجار كسر قلب الكالون وفتحت الشقه ودخلت وقعدت طول النهار في شقتي وبعتت البواب كمان جاب اكل. فالبواب بيقول لها هي المدام والاستاذ عارفين ان حضرتك كسرت باب الشقه؟ ردت اخت جوزي وقالت له انت مش عارف انا مين؟ البواب قال لها انا شفتك هنا كتير. قالت له انا اخت صاحب الشقه. قال لها انا عارف انك اخت صاحب الشقه بس بسالك عشان ما حدش يقول لي حاجه. والبواب بيحكي لي بقيت اقول له معقول حصل كده؟ وقفلت مع البواب واتصلت بجوزي. قال لي عادي اصلها جايه من بعيد ما حصلش حاجه. قلت له ازاي تيجي من غير ما تقول؟ المهم جه جوزي بالليل عند ماما واداني مفتاح الكالون الجديد وماما ما فتحتش بقها ولا اتحشرت. تاني يوم لبست انا وماما ورحت شقتي اقسم بالله كانها الزريب. اخته مبهدله الشقه حتى ما نضفتهاش بعد ما اكل، حتى المطبخ زي الزفت، مواعين كتير والشقه متبهدله، مع ان ماما كل كام يوم تروح تروق الشقه تحط اكل لجوزي في الثلاجه. زعلت قوي وكلمتها لقيتها صندوق زباله واتفتح عليا وقالت لي انا اجي في اي وقت ده شقه اخويا. قفلت في وشها السك لقيت جوزي بيتصل بيا بيشتمني ويشتم امي شتايم قذر. رحت اتصلت